لا ينبغي أن يتفاجأ أحد، فالنظام التركي مسؤول عن الفضائح لا تعد ولا تحصى بحق شعبنا الكردي وعموم شعوب المنطقة، ويرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشمل هذه الفضائح الموثقة جيدا استخدام الأسلحة الكيماوية. فقد أعلنت قيادة مركز الدفاع الشعبي عن سجل 17 مقاتلا ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي استشهدوا خلال هجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية. فقد أكدت رئيس النقابة الأطباء الأتراك استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية، وهذا دليل جلي وواضح إنه صادر من مؤسسة رسمية تابعة للدولة التركية وليس ادعاء من أحد. نحن في مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات إذ نشجب وندين بشدة هذه الجرائم والهجمات الإرهابية الكيماوية المتكررة بحق شعبنا الكردي وحركة حرية كردستان المدافعة عن وجود الكردي وحقوقه. فإننا ننبه دول المنطقة والمجتمع الدولي بأن السكوت والصمت عن الجرائم التركية وتدخلاتها واحتلالاتها واستعمالها للأسلحة الكيماوية يزيد من حالة عدم استقرار في المنطقة وزعزعة أمنها. بالذات الوقت نحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الإرهاب الذي يمارسه نظام تركيا بحق شعبنا المخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. نؤكد أن هذا الصمت وعدم الجراءة في مواجهة تجعلهم شركاء لها. كما نؤكد على ضرورة بلورة الموقف الدولي للضغط على تركيا وحثها لوقف عملياتها العدوانية على شعبنا لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان.